بعد ما خلصنا اخر غرزة بف معانا، هنبدأ اننا نطلع بواحدة غرزة سلسلة ونقص الخيط بتاعنا بالشكل ده. الطول الكفر عندنا بناخد الطول دون، بنعد الصفوف من الصفوف بتاعه الطول. انا عندي هنا 43 غرزه صف، انت بتعدي عدد الصفوف اللي عندك كلها على حسب المقاس بتاعك وبحسب الطول. عدد سلاسل بالطول 43 غرزه سلسله على عقده البدايه، ونبدا نشتغل عدد من السلاسل. 1 2 3. بعد ما اشتغلت 43 غرزة سلسلة بطلع بغرزتين سلسلة، بسيب اول غرزتين وباجي في الغرزة الثالثة وبشتغل عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة، وبشتغل الصف كله عمود بلفة. بنلف الخيط على الابره وبندخل في الغرزه، نسحب الخيط نطلع بيه في 3 غرز على الابره، بسحب الخيط اطلع من غرزتين، في 2 على الابره بسحب الخيط اطلع من 2 كمان. طبعا انا شارحه غرزه العمود بلفه بالتفصيل في حلقه من الحلقات عندي على القناه، يا ريت تطمنونا على الصوت والصوره. وهشتغل الصف كله بنفس الطريقه كده لحد ما اخلص الصف بتاعي كله. وصلت لاخر غرزه هنا، هدخل واشتغل فيها عمود بلفة بالشكل ده، وهطلع ب2 غرزة سلسلة وهلف الشغل، وهشتغل في كل غرزة غرزة عمود بلفة. هنسيب الغرزة الاولانية لان دي هتبقى مش احنا اشتغلناها ب2 غرزة سلسلة هنا، وهندخل في الغرزة التانية ونشتغل عمود بلفة. نلف الخيط على الابرة وندخل في الغرزة، نسحب الخيط نطلع بيه في 3 على الابرة، نطلع من 2 بقى 2، نطلع من 2 كمان، وهشتغل الصف كله عمود بلفة بالشكل ده كده. بالشكل ده اخلص الصف كله. دي اخر غرزة معانا في الصف، اشتغلت الصف كله عمود بلفة بالشكل دون، وخلصت هنا ال5 صفوف، ودي 1 2 3 4 5. نيجي في اخر غرزة معانا هنشتغلها عمود بلفة، ونطلع بغرزة سلسلة ونقص الخيط بتاعنا. ده الوش طبعا بتاع الشغل. اكيد هنيجي عند الظهر من هنا بعد ما خلصنا الجزء بتاعنا، وهنبدأ ان احنا نشغله من على الطرف من هنا. هنشتغل البرواز كله بالجزئية دي، بس قبل ما نشغله انا حابه اعمل الجزء الاخير في المصحف، بحيث ان لما احنا بنشغل نمسك الاطراف كلها مع بعضها. هنشتغل الجزء ده بغرزه العمود بلفه. فطبعا الجزء ده معانا احنا كنا قايسين الطول بتاعه كان واخد منا 43 سلسله، هنشتغل 43 سلسله ونشتغل 3 صفوف من غرزه العمود بلفه غرزه البدايه، وهنبدا اننا نطلع بعدد من السلاسل، هنطلع ب43 غرزة سلسلة. اشتغلنا 43 غرزة سلسلة بالشكل ده بطول الجزء معانا، بطول الجزء ده من المصحف. وهنبدأ نطلع بغرزتين سلسلة وهنشتغل عمود بلفة. هنسيب اول غرزتين وندخل في الغرزة الثالثة، نسحب الخيط نطلع بيه في 3 عندنا على الابرة، نسحب الخيط نطلع من اول غرزتين بقى غرزتين، نسحب الخيط نطلع من غرزتين كمان، وهنشتغل الصف كله، هنشتغل الصف كله غرزة عمود بلفة بالشكل ده. هنشتغل 3 صفوف، 3 صفوف من غرزة العمود بلفة. طبعا انا هخلص الصف ده وخلصت الصف اهو، هدخل في الغرزة الاخيرة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة في 3 على الابرة، بطلع من 2 اتبقى 2، هطلع من الاتنين اللي على الابرة، هطلع ب2 غرزة سلسلة وهلف الشغل معايا. الغرزة الاولانية مش هشتغلها لان اشتغلت هنا 2 سلسلة دول بمقام غرزة عمود، وهنيجي في الغرزة التانية هندخل نشتغل عمود بلفة، وهنشتغل الصف كله غرزة عمود بلفة. نلف الخيط على الابرة، ندخل جوه الغرزة بتاعتنا، نسحب الخيط نطلع بيه في 3 على الابرة، نسحب الخيط نطلع من 2
يتبقى 2 نسحب الخيط نطلع من 2، ودي غرزة العمود بلفة. هنشتغل الصف كله بنفس الطريقة لحد ما نخلص الصف كله. خلصنا كده ال3 صفوف بغرزة العمود بلفة بالشكل ده. هنبدأ اننا نقص الخيط بتاعنا ونطلع بغرزة سلسلة عشان نقفل الشغل بتاعنا بالشكل ده. بصوا انا هنا حبيت اركب الاجزاء بتاعه المصحف كلها، اثبتها واركبها كلها في بعضها، بس هثبت بيه الغرز دي غرزه ابروز بيها الشغل، فحبيت ان انا اعملها بلون تاني. طبعا انت ممكن تعملها بنفس اللون عادي مفيش مشاكل. فخلينا نبدا مع بعض ونشوف. هنبدا اننا نثبت الاجزاء دي مع بعضها. هنجيب القطعه اللي احنا اشتغلناها 5 عمود بلفه، وهنبدا نجيب الجزء الظهر بتاعنا ونبدا اننا نحط الجزئين على بعض بالشكل ده. انا هثبت الجزء اللي فيه 5 عمود بلفه ده على الظهر بتاع الشغل بتاعي، وبعدين هبدا ان انا الف الشغل بالشكل دون، واحط الطرفين على بعض بالشكل ده كده. ثبته اهو. نحط الجزئين على بعض بالشكل ده، ونبدأ نمسك الإبرة بتاعتنا ندخل في الغرزة الأولانية مع الغرزة الأولانية في الجزء اللي احنا هنثبته. طبعا الخيط ده بنمسكه واحنا شغالين بحيث ان احنا نداريه، ونجيب الخيط بتاعنا اللي احنا هنبدأ اننا نشتغل بيه ونسحبه ونطلع بيه من الغرزتين بالشكل ده كده، ونطلع بغرزة سلسلة، ندخل في الغرزة التانية بالشكل ده مع الغرزة التانية اهي بالشكل ده ندخل فيها، ونبدأ اننا نشتغل غرزة حشو. ناخد الخيط نسحبه نطلع بيه. في عندي غرزتين على الإبرة بالشكل ده، هسحب الخيط اطلع بيه من الغرزتين. بنشتغل غرزة حشو، يعني بدل ما بنشتغلها من اليمين للشمال زي ما كنا بنشتغل، لا هنشتغلها من الشمال لليمين عشان تديني البرواز اللي انا عايزاه. هنبدأ ندخل في الغرزة الخلفي اللي بنثبته ونسحب الخيط نطلع بيه. في عندي غرزتين على الإبرة بطلع من الغرزتين، ندخل في الغرزة اللي بعدها والغرزة اللي بعدها في الشكل اللي احنا شغالين عليه وبنثبته بالشكل ده، وناخد الخيط نسحبه ونطلع بيه. في غرزتين على الإبرة نطلع من غرزتين. ده بيكون شكل الغرزة معايا. طبعا شكلها هيبان اكتر لما اخلص الصف كله، الشكل كامل هيبان معايا. نسحب الخيط نطلع بيه في 2 على الإبرة، نطلع من الغرزتين بالشكل ده.